شنو هو كيدوزوا 60 يوم ديال الصيف. العائله الاسبانيه مجبره توقع واحد الالتزام، هذاك الالتزام ديال المشاركه بالطفل في اي نشاط تريده الجمعيه. الجمعيه راه كنتكلموا على الجمعيه اقليميا والجمعيه الاكبر جهويا ووطنيا. يعني في اسبانيا شو ولاو كيديروا لهم؟ تصوروا بان في واحد العام وقيله 2008 ولا 2009 انا لقيت واحد العائله قالوا لي حنا شدينا الدري الصغير، شدينا الدري يصيف معنا لمده 60 يوم وشارك. والدري تصور الدري في هذيك 60 يوم الدري شارك تقريبا شي 48 في شي 48 ايفنت او شي 48 حاجه نظمتها الجمعيه. كل شويه كل نهار كيعيطوا لهم كيقولوا لهم جيبوا لنا الدري غنشاركوا في مظاهره، غنديروا مظاهره للتضامن مع الشعب الصحراوي في الساحه الفلانيه، النهار الاخر جيبوا لنا غنشاركوا في هذه، جيبوا لنا غنمشيو نديروا وقفه قدام البرلمان الجهوي، جيبوا لنا نديروا قدام الجامعه البلديه الفلانيه وهكذا. يعني ودابا تصور غير سيبيه الا عطيتك غير اشبيليه فقط، غير مدينه واحده في الجماعات اللي دايرين بها راه تقدر تكون واصله تقريبا شي 60 جماعه. 60 جماعه تصور، يعني بلديه 60 بلديه، يعني كل بلديه غادي يمشيو يديروا قدامها وقفه. اذا ما كاين لا عطله ولا يحزنون دينهم للتسول. هذا باش تعرفوا السياق، الدري كيدوه ابتداء من 6 سنوات كيبدا يمشي لهذوك العطل في سلام، كيمشي لهذاك العطل في سلام كيشدوه تشدوا ديك العائله الاسبانيه الى غايه 11 سنه. على كل سنه كيمشي، ولكن فاش كيوصل 11 سنه هذاك العام الاخر عنده 11 سنه كيرجع للمخيمات كيدوز الصيف وكيرجع. فاش كيوصل 12 سنه ما تلاش يمشي لاوروبا، كيولوا كيصيفطوه لكوبا، كيولي وصل لاج باش يمشي لكوبا، يتختار من بين المجموعه اللي كتمشي تقرا في كوبا. انه الا مشى لاوروبا كيمشي يدوز الصيف وكيرجع، ولكن الا مشى لكوبا راه كيبقى حتى الفان ديتيد. يعني الدري اللي قرا الطب يقدر يدوز بين 15 و20 سنه ما شاف والديه وما تكلم بالعربيه وما كيعرف الاسلام وما كيعرف والو. راه كيجوا واحدين اخرين كيجوا كوبانوس، راه كانوا معنا في المركز واحدين مشاو فم قال لي انا والديا كنعرفهم والديا وصافي. انا خرجت من فم عندي 12 عام حياتي كامله دوزتها في كوبا، كنتواصل مع العائلات الكوبيه اكثر من اللي كنتواصل مع عائلتي. يعني انسلاخ تام عن الدين وعن اللغه وعن التقاليد وعن كل شيء وعن المجتمع اللي هو مشى منه. هالجريمه كبيره جدا. المهم هذو اللي في اسبانيا شو ولاو كيديروا لهم الناس، هذوك العائلات اللي شادينهم هادو كيوصلوا لواحد الوقت كاين بزاف اللي كيقولوا لهم اللي كيكونوا الدراري، كتكون عائله ما عندهاش دراري اصلا ما كتولد، او شي عائله ديال دوك الشارفين اللي ولادهم مشاو تزوجوا ومشاو عنهم، كيقول لك جيب لي دري صحراوي نخليه عندي. كيبقاو شادين هاد الاطفال الصحراويين عندهم، كيتواصلوا بعائلته كيقول له ودي لاش غادي يجيكم الدري تما ما عنده قرايه ما عنده والو، خلوا لنا الدري هنايا في اسبانيا حتى الصيف ويجيكم، وإلا ما جاكم نتوما راه كتجوا تشوفوا الدري. بمعنى العائلات مسكينه مجبرون اخاك لا بطل. العائلات اللي في مخيمات انا كيقول لك ودي الطفل التكرفيصه هنا والخيام والحماده والعجاج والحمان والمشاكل السياسيه والقرايه ما هي قرايه، جي نصيفطوا لاسبانيا على الاقل غير الدري يقرا قرايه مزيانه ويعيش عيشه مزيانه. ولكن ولدوا كيمشي الدري، كاينين العائلات التي استحوذت على الاطفال ما تلاتش كتشدهم. بحال الحاله اللي تكلمت انا عليها في الفيديو الاول حتى الفيديو الثاني ذكرتها، هي المعلومه مشات شدوها في 18 سنه رجعت للمخيم، فاش جا شاف خوها الباسبور فيه المعلومه موراليس. قال لها كيفاش موراليس؟ قالت له لا موراليس راه داروا ليه هما الكنيه ديالهم باش تشد الاوراق. قال لها اصلا تقدر تشدي الاوراق بلا ما يبدلوا لك السميه والجنسيه. الا دوزت 10 سنين تاع الاقامه عندك الحق في الجنسيه، يعني تشدها بلا ما يبدلوا لك السميه، بلا ما يتبناوك. ثانيا جاتهم ب 18 سنه بسميه اخرى ومزوجه، تزوجت. انا كنت في اشبيليه وهذوك الناس كاينين في مايرينا ديال الخرا في واحد القريه تابعه لسيفيا. وواحد المره حضرت معاهم في واحد الميتين كيتكلموا قالوا اختطفوا لنا بنتنا، قلت لهم راه انتم اللي اختطفتوا بنت هذوك الناس. انا ضد البوليساريو جمله وتفصيلا، ودرت ضد البوليساريو اكثر من اللي درتوا انتم. ولكن انتم دابا بغيت تحيدوا الطفله من امهم بعيدا كاع عن الموضوع السياسي على البوليساريو. قال لك لا حنا راه الجمعيه تفاهمت معنا وخلات لنا البنت، حتى والديها خلاوها لنا. قلت له لا خلاو لك الطفله تقرا، ما خلاولكش الطفله تدوز. قال لي لا حنا درنا لها الوراق باش قلت له شوف راه كنعرف في الوراق اكثر ما كتعرف انت. البنت قادين تشدوا لها الوراق بلا ما ديروا لها السميه بلا ما تبدلوا لها الكنيه، وبقات بهذه الطريقه هذه. دابا ها هي دابا ومشات البنت ومشات في 2015 وقعدت عند العائله ديالها، شدوها وتزوجت وولدت 3 تركه، قعدت حتى 2022.
ولكن الناس حست عنها خدعت عن اولادهم كيتسرقوا منهم. هذه غير حاله. رانا الحاله ديال دابا، الحاله تاع دابا هذا مشكل اكبر ديال هذه الحاله اللي طرات دابا، من غير انهم اختطفوها من المخيمات وبغاو يدوها. علاش؟ لان العائله الاسبانيه تواصلت مع واحدين من البوليزاريو من اعضاء التنظيم، قالوا لهم الطفله راه مشات فم وعائلتها شدتها، جيبوا لنا البنت لان عندها القرايه وعندها. مشاو شدوا البنت، واصلا البنت باغا تمشي لاسبانيا. دابا تشوف انت المشكل، بانك انت طبيعي انك تشد طفل من الحماده عنده 7 سنين ولا 8 سنين وتصيفطوا لاسبانيا ويدوز فيها عامين وثلاثه، ويكون كيجي الحماده يدوز غير سيمانه ولا سيمانتين ويرجع لاسبانيا. راه الا قلت له غتقعد في الحماده يقول لك لا ما بغيتش كاع انا والديه. يعني شوف المشكل الانساني اللي وقع في هذا الشيء، وهذا الشيء سببه البوليساريو. ضيف على ذلك كاين 12 حاله ديال اطفال صحراويين شادين لهم مثليين، شدوهم ما تلاوش بغاو يردوهم، ما تلاو بغاو يتواصلوا لا مع الجمعيات ديال الدعم ولا مع المكاتب تاع البوليزاريو ولا مع عائلات الاطفال. صافي الدري شدوه. لان دابا التبني، دابا كاين الحق في الزواج ديال المثليين في اسبانيا، ولكن ما كاينش حق التبني، ما عندهمش الحق في التبني. ما دام ما كاين حق التبني، اجي جاب لي الله واحد الدري صحراوي جايبينه في الجوله، كيقولوا لهم الجوله، جاي في تركه الجوله، جاي لاوروبا، غادي نقبضوا نشدوا من عندهم النهار الاول ونتواصل مع عائلته ونقول لهم الطفل غادي يقرا عندي، والا تكلمت معايا الجمعيه نقول لهم راه تواصلت بواه ومو راه قالوا لي قريه. ولكن العائلات لا يعرفون بان هذه عائلات مثليه. والبوليساريو وقفت ما قادت تتكلم مع الجمعيات، ما قاداش تتابع شي بروسيدير قضائيه باش تسترد الاطفال وتردهم لوالديهم اللي هي مسؤوله عليهم. كتقول لك انا الا تكلمت انا لقيت مسؤولين قعدنا في شي بلايص ليك، كنقول له انت هذا كيقول لي لا انا ما بغيتش. حنا كالبوليساريو مزلنا كنشدوا الدعم من عند هذه الجمعيات. راه الا قلنا لهم لا غادي يصدقوا دايرين فينا، غادي يصدقوا محركين علينا الشعب الاسباني ضدنا وضد هذه وهذه 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 وهذه، ويديروا لنا نفس داكشي اللي داروا هذوك ديال المعلومه. هذو تاع المعلومه راه داروا وقفوا معهم الاسبانيين في المظاهرات، ولقاو رئيس الحكومه الرخوي مريانو الرخوي الفايت، ولقاو رئيس البرلمان ورئيس السيناد ورئيس مجلس المستشارين مجلس الشيوخ، ولقاو رؤساء البلديات كيقولوا لهم لا احنا بنتنا تخطفت من عندنا، وبوقاحه زعما كيقول لك بنتنا تخطفت، وهي راه بنت ما وباها مسكينين في المخيمات، هما اللي تخطفت منهم بنتهم، ماشي انت اللي تخطفت منك بنتك. هذا راه موضوع كبير جدا، راه كنتكلموا على اعداد كثيره جدا، وكاينه اعداد ديال الاطفال الصحراويين عادوا كيقولوا لهم لا بات ليناش راجعين لوالدينا. يعني تصور انت غتشد واحد من مكان فقير جدا وتهزو تعطيه شي عائله في امريكا مثلا، راه الدري يجيك في الصيف الثاني والله ما تليجيك، يقول لك اش عندك تما، اش غندير انا عندك النبغه فمو الغبره والتكرفيس والحاله، اللهم نريح في امريكا، كاين ديزني وكاين ماكدو وكاين هذا وكاين. يعني هذا راه مشكل كبير جدا جدا. ثانيا الاستغلال السياسي للاطفال، هذاك لاش كيدوهم اصلا. انا كنت من ذوك الناس الاولين اللي طالبت برفع دعاوى قضائيه لوقف هذا البرنامج في اسبانيا، وقلت لهم انا نتكلف انا كيف انا شخصيا وفي المركز حنا اللي درنا رفعنا الدعوه القضائيه ضد ابراهيم غالي في قضيه اغتصاب خديجه الزبير، هذيك البنت اللي بعد ذلك فاش جات اسبانيا وطرا المشكل تاع بن بطوش، راه جاي من هذه القضيه وقضيه اخرى رفعت على ابراهيم غالي. هذه القضيه اللي انا درناها في 2013 بدايه 2013 يناير. المهم نفس القضيه حتى هادو خاص الانسان خاص الشبكات والجمعيات المغربيه والدوله المغربيه ترفع دعاوى قضائيه ضد هذه الجمعيات اللي كيستغلوا هذا البرنامج عطال في سلام باش يحيدوا الاطفال من والديهم من المخيمات ويعطوهم العائلات الاسبانيه ما قادة تبنى او ما قادين يولدوا او شرفوا ما عندهم، ما يبغاو شي واحد يعمر عليهم، بغاو انا ماسكوطه. كنقول في اسبانيا كيقول لك ما انا ماسكوطه، بحال بلاص ما يمشي يشري شي كلب صغير في الدار يعمر عليه، كيجيب طفل صحراوي واللي واكلينه جوج ياكلوا ثلاثه ما كيصقلوا عليه والو. يعني هذا راه مشكل كبير جدا. ودابا عادوا كيبيعوا في ولاد. هذا اللي بغى سيدي من قياده البوليزاريو بغى يدير هذا الفيلم يعطي ولادو للاسبان، هادو دولة العسكر اللي بغى يعطي يستغل الاطفال الصحراويين المساكن اللي ما عندهم والي ولا تالي يعطي ولادو. هذا راه مشكل كبير. ودابا كنطالبوا باش يكون تحرك لرفع دعاوى قضائيه ضد هادو واللي دعم هاد العائلات. هاد العائلات راهم مغاربه، نحاولوا حنا نحيدوهم من البوليزاريو، راه حتى حنا مسؤوليتنا نحيدوهم نجروهم من تحت البساط للبوليزاريو، لان البوليزاريو عاد دابا واقف كميليشيا، ومن يديروا البوليساريو ما تلاو قادين يجاوبوا الوالدين اللي مشاو لهم ولادهم، وما قادينش يضغطوا على الاسبان باش يحيدوا لهم الدراري.
شكرا جزيلا سي عبد الرحيم البرديجي. حقيقة مجموعة من المعطيات الكبيرة المتعلقة بهذا الملف، وبالمناسبة الإخوة الكرام هذا الملف ليس بجديد، وهو يعني منذ نشأة تنظيم البوليزاريو، واعتقد أنه يمكن للإخوان أيضا المتدخلين يعطونا فيه حقائق حول يعني الأطفال كوبا، كانوا يسمون بهذا المصطلح على ما أعتقد أطفال كوبا، وهم أبناء يعني المحتجزين في مخيمات تندوف. كان يتم إرسالهم إلى كوبا في ظروف يعني جد مأساوية، كان يتم العمل بهم عبر حقول القصب السكر وغيرها من الأشغال الشاقة جدا. وما تحدث عنه السي عبد الرحيم هو أنه هناك برنامج يسمى عطلة في سلام، منخرطين في عديد الجمعيات، واللي بعضهم رأسينهم إسبانيين، واللي يقتاتون أو يسترزقون من هذا البرنامج. ويتم أخذ أطفال المحتجزين في مخيمة تندوف في سن صغيرة جدا، وكما قال حقيقة يعني الطفل صغير ينشأ في مخيمات الحمادة، وانتم تعرفوا مخيمات الحمادة ظروف الحياة الكريمة غير متوفرة، يعني كما نقولوا احنا القحط والغبارية كما نقولوا بتاعنا، ويمشي لإسبانيا ويجد يعني رغد العيش، ويجد يعني ما يسره وما يعني يتمناه كل طفل صغير أن يعيش فيه. فبالتالي حتى يصعب على هذا الطفل أن يعود، أو حتى أنه ما يبغيش يرجع كاع لأهله. زيد عليها النقطة الثانية اللي شرع عليها السي عبد الرحيم، على أنه حقيقة أصبح هؤلاء الإسبانيين يتبنون هؤلاء الأطفال بدون وثائق وبدون شيء، ويقول لك راهو تم اختطاف ابننا، مع العلم أنه أمه وأبوه راهم في مخيمات الحمادة، متواجدين في مخيمات الحمادة. واللي تحدث كما قال سي عبد الرحيم اللي تحدث على هذا الموضوع يهاجمه أتباع تنظيم البوليزاريو، لا يريدون هذا الملف أن يفضح، مع العلم أن هناك يعني أمهات وهناك ضحايا خرجوا ويعني في لا ماشي تفضل، ماشي غير تنظيم البوليزاريو، حتى دوك الجمعيات المنتفعة، الجمعيات الإسبانية راه عندهم. تصور دابا غير باش تفهم الكاليبر ديال القضية، تصور دابا 500 جمعية، كل جمعية فيها نقولوا غير 10 الناس خدامة، ولينا كنتكلموا على 5000. هاد 5000 كل واحد فيهم عنده عائلة، يعني تصور انت هادو كل شيء عايشين من نزاع، عايشين من هذا النزاع. البوليزاريو عايشة، الجزائر عايشة، وهاد الإسبانيين عايشين. يعني شوف انت العدد ديال الناس اللي غادي يهاجموك على هذه القضيه، لانها غتقطع لهم واحد الروبيني، تسد الروبيني اللي عايشين منه. صحيح السي عبد الرحيم، بمعنى أن المسألة فيها منفعة، ويعني يهاجمون كل قلم صحفي أو مجلة أو شخص معين أو مركز أو أي شيء تحدث عن هذه الجريمة اللي هي حقيقة لا بد أن يتم العمل على فضحها، يهاجمونه حتى لا يقطع ذلك الاسترزاق اللي عايشين من هذا الملف ومن هذا القضية. فأعتقد أنه حقيقة القضية التي تفجرت مؤخرا وخروج يعني مجموعة من الأوديوهات ومن الفيديوهات تتحدث عن يعني فتاة وما تعرضت له من اختطاف ويعني إهانة لكرامتها، تندرج في إطار هذا السياق. السي عبد الرحيم البرديجي، أنت مطلع بهذا الملف، وخصوصا على ما أعتقد أنه في المركز الذي ترأسه وهو المركز الإسباني الصحراوي حوار، فتحتم يعني هذا الملف في أكثر من مناسبة، بل أنكم رفعتم دعوات على يعني الجرائم الاغتصاب اللي ارتكبها إبراهيم غالي في حق يعني الصحراويات للأسف الشديد. في نظرك هل حتى الإعلام الإسباني يعني لا يريد أن يتحدث عن هذا الأمر؟ هل حاولتم أنكم تنشروا مقالات عبر يعني جرائد صحفية وما إلى ذلك؟ الإعلام الإسباني للأسف الكبير هما البوليساريو وهذه الشبكة ديال الجمعيات وهذه الشبكة اللي منظمين اللي دايرينها لمدة سنوات. راه كنتكلموا من الثمانينات، ضيف لها الأحزاب اليمينية المتطرفة اللي هي أصلا ضد المغرب. يعني جبرت واحد القاعدة، أي صدى قالت له أي شي واحد قال شي حاجة ضد المغرب كيلقى قاعدة شعبية كتعاونه. هذه واحد. جوج، عن الجرائد حضرت انا شخصيا، حضرت في التلفازه شحال من مره، حضرت في التلفازه ديال الاندلس، حضرت في كانال بلوس، حضرت في انتينا 13، قلت انا كانال بلوس، حضرت في انتينا 13، حضرت في الراديو بزاف ديال الاذاعات ديال الراديو. هذا حضرنا في منتديات، في لقاءات جامعيه، في بزاف كنتكلموا، ولكن دائما كيسدوا علينا هذا الموضوع، دائما كيسدوا هذا الموضوع. علاش؟ لان الموضوع متورط فيه بزاف ديال الناس، وثانيا لانهم هما رابحين فيه لواحد الدرجه ما تصورش. دابا حتى الشركات مثلا، انا كنت في واحد الفتره ما بين 2008 تقريبا حتى 2013 كنت كننظم رحلات ديال المركز، كننظموا رحلات ديال السياسيين وغرف التجاره والصناعه في اسبانيا نحو العيون ونحو الداخله.
ملي كنا كنمشيو كانوا كيهاجموا حتى هادو. الا شفتوا اللي عنده الانترنت يدير خوان كايخون باينا كايخون بدوزيل خوان كايخون باينا ويدير الصحراء، يدير خوان كايخون باينا صحراء. هذا الراجل كان برلماني على الحزب الاشتراكي الحاكم دابا، وكان هو بحال والي، وكان والي، كان الديليغارو غوبيرنو ديال الميريا، ودينا مع واحد الوفد ديال رئيس غرفه التجاره والصناعه ورئيس غرفه الفلاحيه وبعض هذا، وانهوا حياته السياسيه. تصور بانه هذا الراجل فاش مشى معنا وقال يا المغرب هذا الشيء اللي كيتقال لي انا ليه ماشي هو اللي كنشوفه. والوقت اللي رجع لاسبانيا داروا له مظاهرات قدام البرلمان، مظاهرات جمعوا الاطفال الصحراويين وداروا اللافتات والرايات والتصاور تاع الاطفال الصحراويين كيقولوا انت كتعاون المغرب اللي قتلنا اولادنا واللي دارنا، وداروا عليه حمله في الاعلام كبيره جدا. ما تلاش السيد مسكين، ما تلاش شي واحد قد يعطي شي راي اسباني في دعما للمغرب. راه الناس ما تشجعوا حتى لدابا، حتى الفتره شويه فتره ساباتيرو، وحتى الفتره دابا ديال الحاليه اللي عادوا كاينين الزيارات. تصور بان القنصل الاسباني في اكادير ما عمر شي قنصل اسباني في اكادير حط رجله في العيون او الصباره او الطنطا او منطقه النزاع. علاش؟ لانه خايف من ذاك الهجوم اللي غادي يديروا عليه. تصور بان كاين واحد الشركه سميتها كالفو ديال الطون، كالبو كيقولوا لها بالاسبانيه، الطون غتكون شفتوا كالبو. هذيك الشركه ديال الطون جات دارت شركه في العيون ومخدمه الناس، داروا عليها حمله وكيقولوا له بلا بور سيغوريداد بور لا سيغوريداد سو امبريسا، زعما عس على شركتك، حضي شركتك، انت هذيك راه كتسرقنا الثروات ديال ولادنا وديال الاطفال الصحراويين المساكن اللي ضربهم المغرب بالنابالم. وبداو عليه بديك الحمله اللي بداك الخطاب ديالهم هو داك ديال الفيكتيميزم ديال البكائيات اللي كانوا كيديروا. وتصور السيد مسكين سد شركته هزا وداها لكادير. يعني هادو اللي كيقولوا حنا كندعموا الصحراويين هما ضد اي زيارات سياسيه، ضد ما هو سياسي في الصحراء، ضد ما هو اقتصادي حتى تنموي. الا كانت شي جمعيه كتدعم شي جمعيه مثلا، شي جمعيه تاع المعاقين مثلا وكتدعمهم، ذوي الاحتياجات الخاصه كتدعمهم في العيون او في الداخله او بوجدور او السماره، كيجوا عندها لا بغيتي تدعمي راه عندنا الاطفال ديالنا وعندنا الناس المضروبين في تندوف، تعالوا لنا المخيم السماره ومخيم العيون ومخيم 27 والرابوني. يعني هما بغاو هذه المنطقه تبقى خاويه، بغاو هذه المنطقه ما كرهوت تريب على مالها. يعني هذا تكلمنا برا، ولكن برا دائما الصوت محدود. علاش؟ هما منظمين اكثر منا. احنا المغاربه اللي كاينين في اوروبا كل واحد مقابل شغله. يعني الا دار معك واحد العمل جمعوي كيدير غير تطوعي، واحد الوقيت يحيد من خدمته من ولادو ومن قرايته، كيجي يدوز معك واحد الوقيت ويمشي. رانا الاخرين خدامين جورين، عندهم الناس كيتخلصوا، عندهم ميزانيه تسيير، ميزانيه تسيير. زيد عليها الجزائر كتعطيهم الفلوس لي بروجي، كتعطيهم واحد المنح ديال لي بروجي اللي غادي يديروا اللقاءات والندوات والمؤتمرات. داكشي هما عندهم، حنا الجمعيات المغربيه ما عندهاش. يعني الواحدين كيديروا من جيبهم المره الاولى الثانيه في الثالثه كيقول لك ودي انا ما هادشي خاصو شي ميزانيه. ويعني العمل غير منظم عندنا. علاش؟ لان الدعم اولا ما كاين، ثانيا لان الناس ما متفرغه، الناس غير كدير العمل الجمعوي عمل تطوعي فقط مره. رانا الاخرين العمل الجمعوي ردوه عمل ديال 8 السوايع في النهار. علاش؟ لانهم كيشدوا ماندات. وما تليتش انت تناقش هذا الموضوع، سيرتو هما جوج مسائل عندهم في البوليساريو. ما تكلمش على التمثيليه لانك كتشكل لها، كتهرس لها المنزل الزجاجي اللي بنات عليه البروجي ديالها كامل بان هي الممثل الشرعي. وفي اسبانيا ما تقيش لها هذا البرنامج، ما تقيش لانك هذا البرنامج هو اللي عايشين منه. البوليزاريو عايشه منه الجزائر وعايشه منه الاسبان. وثانيا فيها بزاف الا تكلمت لك انا كيجيبوا دابا نقولوا نتوما كعائله في اسبانيا كنتو كتشدوا شي طفل كيجيبوا لكم هذا العام الاول العام الثاني ولادكم ولاد هذه العائله كيوالفوا داك الدري الصحراوي كيجيهم دائما حتى فاش كيمشي للمخيمات كيصيفطوا له الفلوس الحوايج. يعني كيوصل واحد الوقت الا بغاو فاش كيبدا التبزنيز في الفيلم شنو هو كتجي كيعيط لك انت دابا هي العائله اللي كتشد هذاك الدري، كتصل بك الرئيس ديال الجمعيه كيقول لك ودي داك الدري هذا العام ما غاديش يجي لسيبيا راه غادي يمشي لبلباو. كتقول له لا واه انا ولادي بغاو هذاك الدري والفوه وهادي ولا موجدين عليه. كيقول له عرفت غدير الحل الوحيد بلا ما كيطلبوش الفلوس، كيقول له جيب لي طاقه شمسيه نصيفطوا لذاك السيد اللي مكلف وراه يصيفطوا لك الطاقه الشمسيه. علاش؟ لانها كتباع في المخيمات. فهمت؟ يعني بدات تباع راه ما تصورش التبزنيز اللي كاين تما في هذا الفيلم.
صحيح. شكرا جزيلا سي عبد الرحيم. اولا نرحب بالابن الارض، اعتذرنا انه ما رحبتش به في البدايه. اهلا وسهلا اخي الكريم، شرفتنا بحضورك. وايضا نرحب بسالم عبد الفتاح، اهلا وسهلا استاذنا الكريم، وشرفتنا بحضورك. الاخوه الكرام، انا يعني كنت اريد ان استفيد اكثر ما يمكن من السي عبد الرحيم، لانه يعاني من نزله برد ونتمنى له الشفاء العاجل، وحتى عنده التزامات غدا، فبالتالي نعطوه واحد الوقت اكبر، ومن بعد نستمروا مع ضيوفنا الكرام باش نناقشوا. والله ما غاديش يكون طويل اكثر، بقدر ما بغينا تكون فيه مداخلات يعني قيمه مختصره فيها ما يفيد المتابع المغربي، وخصوصا لازم انه يكون تسليط الضوء على هذه الجرائم او في الملف الحقوقي ان صح التعبير في مخيمات الاحتجاز، والذي يتشدق به من يدافع على تنظيم البوليزاريو بشكل من الاشكال، على انهم يعني يدعون الى الاحترام حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبيه، وهم يعني في داخل مخيمات الاحتجاز هناك انتهاكات عديدة تاريخيا وحتى في الحاضر الآن. نعطوا مداخلة لابن الأرض، ابن الوطن. أهلا وسهلا أخي الكريم، شرفتنا رجل مكافأ. أخي الكريم مرحبا. مرحبتي وسهلا. أحيي إخوتي كاملين، وأريد أن أعبر لك عن سعادة غامرة بالحضور في لقاء مثل هذا معك ومع الأخ عبد الرحيم ومع كل الإخوة. ومناسبة سعادتي متعددة. أولها أن الأمر يتعلق بشيء من لحمي ودمي. نحن نتكلم عن أطفالنا، لأن هذا الأطفال في النهاية هم أطفالنا، أطفال المغرب. ثم لأنني يعني عشت جزءا من هذا المآسي، وأريد أن أخبر الإخوة الكرام الذين يستمعون إلينا أن الدافع الحديث في أمر مثل هذا، أنا عذروني راني ملي عندي نزلة برد، فصوتي نوعا ما فيه يعني غبش. الله يجيب الشفاء ابن الأرض بخير. الله يحفظك. المناسبة مش مناكفة ولا رغبة في السجال مع الأعداء، لا، هذه قضية خطيرة جدا. خطيرة أولا المعطى الإنساني، لأن المسألة تتعلق بأطفال، وهذه المعركة الشريفة التي يخوضها أخونا عبد الرحيم نيابة عنا هي معركة أولا إنسانية، لأن الأمر يتعلق بأطفال. ثانيا كما قلت لك إنهم أطفالنا، وتعرضوا لأمر ما أعتقد أنه حصل في منطقة من الأرض إلا في عهد النازية وفي هذه الجهة اللي في زرنا الشرقية، أن يؤخذ أطفال وهم صغار ويذهب بهم، أن يستأصلوا أولا من أهلهم، وأن يذهب بهم إلى غرباء في أرض غريبة، وأن يغسل دماغهم، بل وأن يشغلوا في السعاية أو في أعمال يعني والله اللواجع ما نقدر نقولها، أعمال للأسف الشديد قد تكون جنسية حتى. هذا أمر يعني إن ولو لم يكن الأمر مسلما لما وافق عليه، والأمر أدهى لأنه يتعلق بأبنائنا. لأن شوف، كنقولوا احنا في المغرب عقوبة البراني البلاد. هؤلاء الأبناء اختطفوا أو اختطف أهلهم في زمن في ليل بهيم، وكانوا بدوا مساكين مع حيتهم في السحاري لا علاقة لهم بالسياسة. اختطفوا من طرف مرتزقة، هذا هو الاسم الدقيق، حتى الاسم الأخلاقي مش فقط الوصفي، وذهبوا بهم إلى أرض يباب، وكان ما كان من أمرهم. فلا يمكن لإنسان أن لا يتأثر بهذا، فما أدراك بشخص وابن المنطقة. وأنا عشت مآسي كثيرة من مثل هذه، وأذكر هنا شاهدا على ما أقول ما حكاه مصطفى سلمى والسيدي مولود في حكايته. أنت تعرف أخي الرأي مصطفى سلمى والسيدي مولود، حكايته كان فيها شق سياسي ولكن كان فيها شق إنساني. قال أنه كان طفلا وهو لا يعرف حتى من ضرب بذلك الصاروخ وقتل أختيه، فوجد نفسه مقسما
ومأخوذا إلى مكان لا يعرفه، وقيل له أنت من البوليزاريو وعليك أن تكره المغرب. وهذه المأساة تدوم الآن لمدة نصف قرن. ومثل هذا الأمر إنه يبعث في كل إنسان فيه ذرة من الإنسانية الفاجعة، ويبعث كثيرا من الألم. لهذا فالوقوف والتساؤل بل والنضال في مثل هذه القضية أنا يرقى عندي لمستوى الجهاد الإنساني. هذه مش مناكفة مع خصوم، ومش سجال، ومش صراع صغير. هذه مسألة يتحرر بها معدن الإنسان العميق. وأنا يا أخي كنت شاهدا على أمر ولو من جهتنا نحن، يعني في الداخلة. أنا أيضا سعيد بالحضور لأن الرأي المغربي راه هو الداخلة، وأنا مولي ولد الداخلة. أنا كنت في الداخلة في الثمانينيات، وعشت محنة المغاربة المدنيين في الثمانينيات في الداخلة. كان عندي صديق قال له عبداتي، أنا ما زلت أذكره يعني جيدا. هذا الرجل اختطف أو ذهب أو لست أدري والده، ولم يره منذ أن كان عنده 6 أشهر، ولم يره قط في حياته إلا في فترة ما كان يعرف بتحديد الهوية. كان أبوه من شيوخ تحديد الهوية، وكان تحديد الهوية من الضفة الأخرى، أو شيوخهم يأتون إلينا وشيوخنا يذهبون إليه. فجاء معي صباحا وقال لي يا فلان لا يتمشي معاي بيا لهي نشوف اليوم أي سأرى والدي. فذهبت معه، كان لابس ذراعة زينة، ولكن لما رآه ما التقاش ولم يسلم عليه، بل رآه مارا أمامه في الوفد. وقالت له عمته التي كانت واقفة معنا ذاك اللي متخطي راه بوك، وهو كان حينها عنده 13 سنة. تصوروا معي إخوتي حجم المأساة. ولم يسلم عليه حتى، لأنه لم يكن ممكنا السلام. فبالتالي حتى لا أطيل، أنا بغيت غير الإخوة المغاربة يفهموا أنه لو أن جانبا من شعبنا الكريم، سواء في عبدة بني عبد القيس الله يذكرهم بخير، أو الشياضمة بنو الشيضم، أو الشاوية، أو أحواز الرباط، أو زعير، أو الشمال، حصل لهم مثل هذا، والله إنه لشيء يوجع. أن يؤخذوا في ليل بهيم ويذهب بهم، بل وأن يؤخذ أبناؤهم ويتاجر بهم. لا يمكن لكريم أن يسكت عن هذا أو أن يرضاه. ونحن أهل الصحراء معروف عندنا أن النسب وصلة الدم هي صلة مقدسة. فبالتالي أن نرى هذا يحدث لأبنائنا شيء ما أقول فيه غير ما نقول نحن في الصحراء، والله اللاواجع. وأنا أشد على يد الأخ الكريم عبد الرحيم بحرارة، وأحييه على هذا النضال الذي يقوم به، وهو معروف كاع عن أهل البرديجي وعن آية الحسن كاملين، معروفة عنكم. وإننا يا أخي معك، وأشكرك باسم كل مغربي على جهدك. شكرا لك أخي. أنا لا أسمع أخي، ما أدري هل تسمعونني؟ تحية طيبة. أنا أعتذر، كنت أتحدث والمايك مقفول. الآن تسمعونني جيدا الإخوة الكرام. إخواني إذا ممكن تكبيس بارتاج في إطار دعم المساحة، وشكرا جزيلا لكم. على شكرا ابن الأرض، تحية طيبة ومرحب بك دائما أخي الكريم، وشكرا على مداخلتك القيمة. واستمر معنا، ما زلنا سنفتح موضوع الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف، والوضع الأمني أيضا، ومستجدات الساحة في مخيمات الحمادة، وتدهور الأوضاع الأمنية والحقوقية هناك. لكن قبل ذلك أريد أن نأخذ مداخلة الصحراء المغربية، وهو
مغربي من المقيمين بأوروبا، من الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، وناشط على مستوى البرلمان الأوروبي. أريد أن أسأله هل فتحتم يعني مبادرات للحديث عن الاتجار بأطفال المحتجزين في مخيمة تندوف؟ هل كانت لكم مبادرات في هذا السياق، تظاهرات أو ندوات أو ما إلى ذلك؟ وبعدها نعود إلى الأستاذ سالم عبد الفتاح ليحدثنا، وهو مطلع جدا بالوضع الحقوقي هناك. ومرحبا واهلا وسهلا بأبي طالب في إطار تدخله، إن كانت له أيضا، وأعتقد أنه له إلمام كبير خصوصا فيما قامت به جبهة البوليزاريو تجاه إخواننا الموريتانيين، وهنا نتحدث عن ما يسمى بشبكة موريتانيا أو الخلية الموريتانية. سنعطيه مداخلة في هذا السياق. أهلا وسهلا الصحراء المغربية، تفضل أخي إليكم. السلام عليكم. أنا بعد نحييك الأخ الرأي المغربي، تبارك الله عليك. عندك واحد تبارك الله ما شاء الله، انا ديما تنقولها، انت واحد الانسان تبارك الله عليك، ما منك جوج صراحه. عندك واحد الكفاءه وعندك تبارك الله عليك. وانا تنحيي الاخوان، الاخ عبد الرحيم ابن الوطن، سلام، تنحيي كاع الاخوان اللي معنا في الكيس والمشاهدين ديالك. السؤال ديالك اخي، انت تتعرف انا الواقع بلا ما قلت انا، احنا اول مره في التاريخ جبنا خديجة محمود ودخلناها للبرنامج الاوروبي، والبرنامج الاوروبي هضر على الاغتصاب وهضر على تجنيد الاطفال وهضر على التجاره في الاطفال وعلى داك الشيء اللي تيوقع في المخيمات وهذه. واول مره كانت في التاريخ. المجيه الاولى اللي جبناها للبرنامج الاوروبي، داروا لها جلسه راه كاينه عندي في الصفحه نيت في هذه الصفحه هذه، ومن بعد خرجناها درنا لها واحد الندوه مع الاعلام الاوروبي باش القضيه توصل للاوروبيين. حنا القضيه ما خصناش توصل للمغاربه، ولا خصنا القضيه وصلناها، درنا لها ندوه صحفيه وكانوا فيها برنامجيين، كانوا فيها حقوقيين، كان فيها مجتمع مدني، كانوا فيها كيف ما قلت صحفيين كبار من بلجيكا ومن اوروبا. دخلنا الغد دخلنا البرنامج البلجيكي، حكات عاوتاني على الاطفال وحكات على الاغتصاب وحكات على تجنيد الاطفال وكيفاش يتاجروا في الاطفال اللي تيجيو لنا شهاده تكون من المقربين ديالها. عاودنا جبناها عاوتاني لفرنسا، البرنامج الاوروبي ديال فرنسا ديال ستراسبورغ، ودرنا عليها وقفه احتجاجيه ودرنا عليها واحد الندوه تماك في فرنسا. والمجيه الثالثه ديالها هي اللي جبناها لالمانيا. اللي القضيه حتى هي كاينه عندي في الصفحه، اللي 30,000 سياسي اللي عرف القضيه ديال خديجة محمود، وجلسنا مع وزيره حقوق الطفل ومع المنظمات الحقوقيه ومع الاحزاب السياسيه كاملين، ودرنا لها ندوه في المانيا. هادشي من غير جونيف اللي هي 3 الخطرات وهي تتمشي لجونيف، لان المحامي ديالنا هو اللي شاد لها الملف ديالها، اللي شاد الملف ديال خديجة محمود. ودرنا الضوء على هاد تجنيد الاطفال وديال وهاد التجار في البشر وهذاك الشيء اللي واقع في المخيمات. وكيف ما كنتوا عرفتوا قبل في 2018 البوليزاريو جابت 1200 طفل راه كاع ما عقبوا المخيمات، كلهم تباعوا. انا غادي نهضر لك على 2018. وعابش مؤخرا جابوهم للطاليان، جابوهم الفيرونا وجابوهم هذوك الاطفال الطاليان. بوليزاريو معروفه تدير التجاره في الاطفال، تتبيع هذوك الاطفال، تتبيعهم كاع الناس راه تتعرف هذه القضيه هذه، لان هذه القضيه فضحناها. وبالنسبه للنضال ديال هاد الاطفال وديال هاد المخيمات، هذا الملف ديالنا ديال حقوق الانسان. انت تتعرف الاخي الراي المغربي، الجمعيه الصداقه الاوروبيه المغربيه هي اللي تتحرك في الاتحاد الاوروبي وسط من البرنامج الاوروبي. وهادشي وشهاده ديال البرنامجيين الاوروبيين، هما خرجوا في فمهم وقالوا بما انا عود بلا ما قلت انا تنفشل لهم المخططات ديالهم، وهادشي بشهاده ديالهم، شهاده ديال البرنامجيين، ماشي شهاده ديالي انا. راه كاين عندي الفيديو في الصفحه، شهاده ديالهم. لان علاش نهار اللي دخلوا سلطانه خيا، فاش دخلوها للبرنامج بدات تعطي عليهم الكذبات، بدات تعطي عليهم الاغتصاب وتعطي عليهم حقوق. انت راك عارف هذيك الهضره بين قوسين ديالها ديال حقوق الانسان وهذه وقلبت عليهم الطابله. ومن تماك البرنامجيين ولاو تيديروا هذوك الندوات اللي تيديروهم وسط من البرنامج. تتعرف البرنامج الاوروبي فيه 184 قاعه، ما تقدرش تعرف، ولاو تيديروا قاعات سريين باش انا ما ندخلش ونعرف هذوك القاعات، باش ما نفشلش لهم هذوك المخططات اللي تيديروهم. تيتآمروا
تيتآمروا عليهم لان جنود الخفاء ديالهم. وعندي الحجه، ما نقولش لك الجنود الخفاء ديالهم شكون اللي تيدخلوهم الجزائريين، هما اللي تيدخلوهم، والجزائريين تيبقاو هما بعادي الله، والعصابه تيجلسوها في الطابله تماك مع البرلمانيين ومع الحقوقيين ومع المنظمات ديال الاتحاد الاوروبي، وتيجلسوهم والاخرين تيهضروا والاخرين تيقيدوا وتيكتبوا زعما الاغتصاب وهذه. والحمد لله نجحنا في هذه. وانا تنحيي الاخ عبد الرحيم، لان قضيه اول واحد اللي دار بابراهيم الغالي الشكايه انا اللي درتها فيه في فرنسا، لان انا تعرضت للاغتيال في الاخر ديال 2005 في بورت كليشي، لان اللي كنت حرمت عليهم واحد المعونات كانوا في ايميليا رومانيا في الطاليان، اللي كانوا في واحد المدينه سميتها فيراري، كلشي تيعرف فيراري ايميليا رومانيا، اللي كانوا تياخذوا المساعدات وتياخذوا الصندوق باسم المحتجزين اللي كاينين في المخيمات. ولكن هذاك الشيء ما كانش يمشي للمخيمات، هذوك الحوايج وهذاك الشيء اللي كان تيمشي، لان كنتو تعرفوا بكري الطاليان كانت لاباس عليها، تيقول ديوبون الله زوين، وتيمشي يحط في الصندوق ديال الكيزه، يحط 100,000 ليره 200,000 ليره تيحطها في الصندوق. حنا فاش عرفنا هذوك البوليزاريو تيجيو تيستافدوا، شكون الكاميوات اللي كانوا تيجيو لايميليا رومانيا باش تيمشيو تل مونطلاجولي، كانوا ديال الحاج عميره. الحاج عميره هو المدعم، هو اللي دار الفلوس كبيره على قبل البوليزاريو، اللي هو المدعم الرسمي ديالهم، هو اللي تيصيفط لهم المعونات، هو اللي تيصيفط لهم هذاك الشيء. هما الحوايج كانوا تيمشيو لهذا ولد الحاج عميره، اللي كان ولده نائب ديال العمده ديال مونطلاجولي، ماشي مونطلاجولي، ولكن هذيك اللي حداها اللي معروفين فيها تتمشي لي الاسم ديالها، واحد المدينه محاده مع مونطلاجولي، هي مونطلاجولي. وكان نائب ديال العمده تماك، ومن بعد كان ولا عمده، وكان تيجيب العصابه ديال البوليزاريو تتجي من اسبانيا، باش هو اللي تيسهل لهم في الديور ديال السوسيال وهذه، باش يصوتوا عليه باش يطلع. ولكن حنا درنا عليه وقفه تماك قدام البلديه ديال مونطلاجولي، وطيبوا هذاك ولد عميره، دابا ما بقاش حاليا. اذا حنا كافحنا مع العصابه ديال البوليزاريو كيف ما كتيكافح الاخ عبد الرحيم، حتى هو تنشكروه على المجهودات ديالهم اللي تيقوموا بها في اسبانيا. الا كانوا واحد 5 ولا 6 بحال الاخ عبد الرحيم، وغادي يكون واحد التكامل، هاد العصابه ديال البوليزاريو غتنتهي. ولكن كيف ما قال السي عبد الرحيم، قال لك هما تيتخلصوا على 8 التسويع ديالهم، هما عندهم واحد الدعم كبير، لان الدبلوماسيه الجزائريه عندها الفلوس، تعطي الفلوس، تخرج الفلوس. الا شفتوا مؤخرا تدعم، راه واحد احنا كنا درنا واحد الوقفه نهار 5 في 11 في عيد المسيره، هما داروها نهار 4، وداروا قبل منها واحد الندوه في لاكار دي ميدي، عطاتهم الجزائر 400,000 ديال الاورو اللي عطاتها لهم باش يديروا هذيك الندوه، باش يخلصوا الناس، يجيبوا الناس من واحد الموقف، باش يعطيوهم هذوك الشرويطات ديالهم، باش يوقفوا قدام البرلمان الاوروبي، باش زعما يضغطوا على المغرب ويضغطوا على البرلمان الاوروبي، باش زعما انت راك عارف هذوك المظاهرات ديالهم اللي معروفين تيخلصوا فيهم الفلوس. وما شكرا وكثير بك، وتحيه لكم. شكرا جزيلا الاخ الصحراء المغربيه، شكرا جزيلا لك اخي الكريم. واتمنى انه يكون تواصل بينك وبين الاستاذ عبد الرحيم في اطار يعني قدرتوا تنسقوا حول المبادرات، وايضا مع جمعيه المجتمع المدني اللي كاينه ديال الجاليه المغربيه في اوروبا، في اطار انه لابد يكون واحد الضغط اعلامي ومبادرات توعويه، وايضا ايصال يعني حقيقه ما يحدث في مخيمات تندوف، وخصوصا فيما يتعلق بالاتجار بالاطفال وهذا البرنامج اللي يسمى بعطل السلام، اللي حقيقه هو واجهه فقط لتجاره كبيره او بيزنس كبير كما قال سي عبد الرحيم، يستفيد منه جمعيات اسبانيه متعدده، ويستفيد منه الجزائريون، ويستفيد منه بعض اتباع قياده تنظيم البوليزاريو، وفي الاول وفي الاخير الضحيه هم هؤلاء الاطفال ابناء المحتجزين في مخيمه تندوف واسرهم وعائلاتهم. تحيه لك اخي الكريم، شكرا جزيلا. معنا الاستاذ سالم عبد الفتاح، اهلا وسهلا اخي الكريم، مطلع جدا ما شاء الله، وتحيه لك وشكرا على قبول الدعوه، ومطلع جدا على الوضع الحقوقي في مخيمة تندوف، ونريد أن تسلط لنا الضوء على قضية الاتجار بالأطفال وما يسمى ببرنامج عطل في سلام، ومن بعد تعطينا فكرة عن ما وصل إليه الوضع الحقوقي والأمني في مخيمات تندوف، خصوصا بعد أن المتابع لما يحدث في مخيمات تندوف تابع صراعات كبيرة، منها بعضها قبلية وبعضها يعني تعسفات من طرف شرطة البوليزاريو ضد الأصوات الحرة التي بدأت تظهر من داخل مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية حاليا. تفضل أستاذ.
شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، وأجدد اعتذاري لك واعتذاري للمشاركين على التأخر طبعا الخارج عن الإرادة بسبب التزام طارئ مع إحدى القنوات. أسف أيضا لما فاتني من مداخلة أحسبها ستكون قيمة للدكتور عبد الرحيم البرديجي، وكنت أود أن ولو تعطيني رؤوس أقلام ما الذي دار حتى أنسجم في النقاش، ولكن لا بأس. إن سمحت لي سأحاول قبل الرد على أسئلتك القيمة أن أتحدث عن جذور هذه الانتهاكات، جذور هذا المخطط العنصري الاستئصالي، لأنه طبعا هناك الطبيعة العنصرية والاستئصالية، الدوافع، السياقات التي حدثت بالبوليساريو لارتكاب هذه الانتهاكات. إذا لم يكن لديك مانع، لأني لم أدري ما الذي دار قبل أن نلتحق باللايف. أهلا أستاذ سالم عبد الفتاح، عذرك معك أخي الكريم، ونعلم جيدا أنه ما شاء الله عليك ناشط جدا على مستوى وسائل الإعلام المغربية، خصوصا القنوات التلفزية، مداخلات قيمة. وبالمناسبة الإخوان أتمنى أنه تشتركوا في حسابات الإخوان اللي معايا على مستوى القسط، والاطلاع على المادة الإعلامية الموضوعة على حساباتهم، مداخلات قيمة ويعني يمكن للمتابع أن يستفيد منها جدا. الأستاذ سالم عبد الفتاح، بداية الحوار والأستاذ عبد الرحيم يعاني من نزلة برد، فبالتالي لا أريد أن أخذ من وقته الشيء الكثير، وأيضا لديه التزامات خاصة، فبالتالي ناقشنا مسألة الاتجار بالأطفال وربطناها بما يعني القضية التي تفجرت مؤخرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة يعني صحراوية تعرضت للضرب للتنكيل، وتم اختطافها من أسرتها وخروج يعني عدة فيديوهات وأوديوات من أسرتها تنادي بضرورة إرجاع هذه الطفلة إلى ذويها. فبالتالي الأستاذ عبد الرحيم أعطانا صيرورة تاريخية أو تقريبية للبزنس كما سماه الذي يحدث على مستوى ما يسمى برنامج عطل في سلام، الذي ترعاه تنظيم البوليساريو والجزائر وجمعيات إسبانية. فتحدث لنا عن الاتجار بالأطفال بطريقة يعني يتم التدليس عليها على أن هناك برنامج لعطل لهؤلاء الأطفال وأخذهم إلى أوروبا، ومنهم من بقي ومنهم من تم يعني حرمانه من العودة إلى عائلته، ومن الأطفال من يعني لا يريد العودة إلى مخيمات تندو. فبالتالي الحديث كان حول الاستمرار للاتجار بأطفال مخيمات تندوف تحت مسميات منمقة من قبيل عطل في سلام وبرنامج كذا وما إلى ذلك من هذه المصطلحات. تفضل أستاذ، ولك يعني الحرية في أن تنير المتابع المغربي بما تراه مناسبا، وخصوصا في هذه الظرفية. شكرا جزيلا. أنا هذا بالضبط ما عنيته، ربما لن يكون لدي الكثير ليضيفه على ما قاله الأستاذ عبد الرحيم حتى لا نكرر، ولكن بعجالة برنامج عطل السلام أسسه الحزب الشيوعي الإسباني سنة 1979، وفي حينها لم تكن بوليساريو لديها هذا النوع من الحضور السياسي والمدني والشعبي في إسبانيا. طبعا هذا الحضور سيتوسع كثيرا، ومن خلال أساسا أولا البترودولار الجزائري، ولكن أيضا الرهان على مجموعة من يعني التيارات السياسية التي يمكن وصفها بالراديكالية والمتطرفة في إسبانيا. يعني بالضبط تيارين رئيسيين هما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي. طبعا اليسار الراديكالي في إسبانيا في مقدمته الحزب الشيوعي كان ينطلق من منطلقات إيديولوجية تعود لحالة الاصطفاف في بين الحرب الباردة. المعسكر الشرقي على اعتبار يرون في البوليساريو امتداد لفكرهم الشيوعي، لممارستهم الشيوعية، لمنظورهم اليوتيوبي حول المجتمع الشيوعي يمكن تحقيقه في الصحراء أو في مخيمات تندوف من خلال البوليساريو. وبالتأكيد هذه المجموعات الضيقة تعادي المغرب من هذا المنطلق الإيديولوجي الراديكالي، في حين على أن اليمين المتطرف ينظر إلى المغرب على أنه هو ذلك العدو التاريخي المورو، هو المرابطون، هو يوسف بن تاشفين، هو العدو الرئيسي لإسبانيا، لأن إسبانيا تأسست ربما أساسا للعداء مع المورو والعداء مع الإمبراطوريات المتعاقبة في المملكة المغربية، وبالتالي يدعمون البوليساريو من هذا المنطلق. وهي في مفارقة غريبة، لأنه أنا دائما ما أوجه الكلام للبوليساريو أقول لهم لا تفرحوا بهذا التضامن
اليميني المتطرف سواء في إسبانيا أو في غيرها، لأنهم من نفس المنطلق الذي يعادون به المغرب يعادونكم أنتم أيضا، أنتم عرب وأنتم مورو، ربما أكثر ارتباط ربما بالصورة الذهنية لدى المورو لدى اليمين المتطرف، أو الانطباع أو على أنهم جزء من هذا العدو التاريخي وهذا التهديد الاستراتيجي بين المزدوجتين. هذا بين قوسين فقط حديث حول تلك التيارات السياسية التي تضامنت مع البوليساريو فترة معينة، والتي تلقفت هذا المشروع الذي أسسه الحزب الشيوعي الإسباني. طبعا الذريعة كانت هي المساهمة في التخفيف عن أطفال مخيمات تندوف، المساهمة في دعم هذا المشروع الانفصالي اليساري الشيوعي بالنسبة لليسار الإسباني. طبعا كانت تستغل أولا لشحن هؤلاء الأطفال، كان يتم شحنهم بهذه الطروحات الإيديولوجية الراديكالية، خطاب العداء، خطاب الكراهية، خطاب العنف، خطاب الكراهية ضد المغرب وضد المغاربة. وهذه جزئية مهمة لأنها أيضا تتناقض مع خطاب البوليساريو، لأن خطاب البوليساريو يقدم نفسه على أنه طرح تقدمي حداثي يساري إلى آخره من التوصيفات، لعل الطرح الإيديولوجي الشيوعي يظهر أيضا في الكثير من الممارسات فترات معينة. لكن هذا الطرح التقدمي بين المزدوجتين يتبنى طروحات متخلفة، يعني في رجعية، قمة الرجعية أو حضيض الرجعية، حينما تعادي شعب بأكمله من المغاربة، وحين تتبنى طروحات عنصرية ضد المغرب وضد المغاربة، فهذا يناقض الحداثة ويناقض التقدمية ويناقض تلك الشعارات حتى الشيوعية واليسارية التي تدعيها البوليساريو. هذا طرح متخلف، طرح عنصري، يعني لا مجال له لا محل له من التقدمية ولا من الحداثة. هذا بين المزدوجتين، لأن الأطفال كان يتم شحنهم في تلك الأوطان. طبعا يتم إبقائهم في كثير من الأحيان تحت ذريعة الاستشفاء أو تحت ذريعة الكشف الصحي الذي يبرز حالات تتطلب العلاج وتتطلب بقاء. ومعظم الأطفال يكاد لا يخلو طفل في مخيمات تندوف من عارض صحي ومشكل صحي. أقل هذه المشاكل الصحية التي تتحدث عنها حتى تقارير منظمة غوث اللاجئين والبرنامج العالمي للغذاء، دائما مشكل نقص الغذاء، فقر الدم، نقص النمو، عديد من الإشكالات التي تترتب على ضعف التغذية. هذا أقل الإشكالات، فضلا عن الإشكالات النفسية أيضا نتيجة تفكك الأسر وإقحامهم في معسكرات التدريب تحت ذريعة التمدرس وعزلهم على الأسر، وغياب الآباء في جبهات القتال آنذاك في السبعينات والثمانينات القرن الماضي، والخطاب التحريضي وهذا المجتمع المنغلق. هذا كله يفرز إشكالات نفسية يعيشها الأطفال وتنعكس حتى على صحتهم البدنية. وبالتالي تحت ذريعة الكشف الصحي يطالبون بإبقاء الأطفال لأجل الاستشفاء ولأجل التطبيب ولأجل الاستطباب، ويعني يتم بيعهم ربما من خلال عرضهم للتبني على الأسر، لأنه بالفعل الأسر كانت تدفع مقابل تحت ذريعة المساهمة في صناديق دعم البوليساريو من خلال الجمعيات طبعا المتضامنة التي تم تفريغها بشكل كبير في تواطؤ مع بعض الحكومات اليمينية التي حكمت إسبانيا، وتحديدا يعني بذلك الحزب الشعبي الإسباني الذي في كثير من الأحيان كان يوظف هذا المعطى علاقة إسبانيا بالملف وكونها تستطيع أن تلعب دور مهم وذريعة على أنه هناك يعني دعم شعبي أو هناك إحساس بالمسؤولية لدى الشعب الإسباني إزاء ما يجري للصحراويون بحكم دور إسبانيا التاريخي في هذا النزاع. يوظفون هذا المعطى لأجل الضغط على المغرب ولأجل دعم هذا المشروع الانفصالي في فترة معينة، وكانوا يتحالفون مع تلك المجموعات أو تلك الجمعيات الشعبية بين مزدوجتين المتضامنة مع البوليساريو، لأن الأمر لا يخلو من تواطؤ. طبعا هذا الزخم تراجع بشكل كبير فترة التسعينيات، وحتى تراجع بشكل أكبر فترة الألفينيات، خاصة منذ وصول الحزب الاشتراكي إلى سدة الحكم وتبوئه منصب رئاسة الحكومة، خاصة في فترة ساباتيرو وتغلغل الاشتراكيين في أجهزة الدولة
الإسبانية وتغير المزاج العام الإسباني ودوائر صنع القرار الإسبانية التي باتت تستكشف أو تستطلع آفاق التعاون مع المغرب، وباتت أيضا المصالح الاستراتيجية الإسبانية تتشابك مع يعني أو تتعمق وتتكرس مع المملكة المغربية. هذا فقط لشرح سياقات هذا المخطط الذي سألتني عنه، وهو مسألة مشروع عطل الأطفال الذي بالمناسبة تم تعميمه أيضا وتم الانفتاح على دول أخرى من فرنسا، من حتى الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيطاليا ومن غيره، لكن لا زال الأغلبية من الأطفال يتم استقبالهم في إسبانيا. طبعا بعض الأرقام تتحدث عن أكثر من 10,000 طفل كان يتم استقبالهم فترات معينة. الرقم يتراجع من فترة، يتغير بعض الأحيان بسبب مثلا الأزمة الاقتصادية التي شهدتها إسبانيا والتي انعكست بشكل كبير على الدعم الشعبي الذي كانت الشعبي بين مزدوجتين طبعا الذي كانت تتلقاه البوليساريو في إسبانيا. انعكس أيضا مؤخرا من خلال انكشاف فضائح البوليساريو وانكشاف طبيعتها، لأنه حتى أوساط اليسار الإسباني باتت تكتشف حقيقة البوليساريو الرجعية والقبلية والإجرامية، خاصة مع الدعاوي المرفوعة ضد إبراهيم غالي منذ 2008 بالمناسبة، الدعوة التي رفعها ضحايا لإجرام البوليساريو، ضحايا انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لدى القضاء الإسباني والتي عرفت مسار طويل وتم تداولها في الإعلام الإسباني، وحتى الضحايا باتوا والحقوقيين الصحراويين ربما من ضمنهم حتى الدكتور عبد الرحيم برديجي باتوا يشاركون في هذا النقاش الإسباني. وبالتالي الرأي العام الإسباني بات يكتشف حقيقة البوليساريو وبات يتراجع ذلك الدعم الإسباني، وهذا ينعكس طبعا على مشروع عطل الأطفال، لأنه الرقم بات يتغير ربما في السنوات الأخيرة لا يتجاوز 4,000 أو 5,000 طفل يتم توجيههم لإسبانيا. طبعا البوليساريو تحاول التعويض من خلال ابتعاث الأطفال لبلدان أخرى وعرضهم للتبني لدى العائلات في بلدان أخرى، ولكن أود أن أشير إلى جزئية مهمة، وهو على أنه الانتهاكات لا تقتصر أو الانتهاكات الموجهة للأطفال تحديدا لا تقتصر على برنامج عطل ما يسمى ببرنامج عطل السلام، بل تشمل انتهاكات أفظع وأشنع وأخطر. يعني مجرد عزل الطفل عن أسرته وعن بيئته الاجتماعية وإقحامه في معسكر تدريب تحت شعار تمدرس، وإقحامه في ما يسمى بالداخليات أو السكن الجماعي، هذه جريمة كبيرة، لأن الأطفال يتعرضون للتدريب العسكري ويتعرضون للعقوبات العسكرية ويتعرضون حتى في بعض الأحيان لأعمال السخرة، بالتالي يساهمون في أنشطة يعني اقتصادية وشيء من ذلك القبيل. طبعا كان هناك أيضا ابتعاث الأطفال لدى بلدان لأجل التمدرس تحت ذريعة التمدرس، آلاف الأطفال وعشرات الألوف ابتعثوا إلى كوبا، إلى ليبيا، حتى إلى يوغوسلافيا وإلى بلدان أخرى. أتحدث هنا عن الأطفال القاصرين، بعض الأرقام تتحدث على أنه أكثر من 8,000 طفل تم إرسالهم إلى كوبا، تسفيرهم إلى كوبا، وأرسلوا إلى كوبا في فترة كانت كوبا تعيش ظروف الحصار، وعاشوا الأمرين هناك في كوبا وتعرضوا أيضا لأعمال السخرة، وهذا يعني ليس سرا، هذا تعلنه كوبا نفسها، كانت يعني تقدم التعليم مقابل أعمال السخرة، بمعنى الطفل يمارس عمل في الفلاحة أو في يعني الرعي أو في حلب الأبقار أو في المساهمة في الاعتناء بالحقول مقابل يعني خدمة التمدرس ومقابل الغذاء، وبالتالي كانوا يتعرضون لأعمال السخرة في كوبا. أيضا ليبيا بعض الأرقام تتحدث على أنه كان دائما يعني يتواجد 5,000 طفل في ليبيا في مختلف مراحل التمدرس. طبعا العزل والتلقين الإيديولوجيات المتطرفة، تعلمون تلك الإيديولوجيات المجنونة التي القذافية التي كانت تدرس في ليبيا آنذاك، الكتاب الأخضر والى آخره، ومن ضمنها طبعا التحريض والكراهية ضد الأنظمة الملكية وضد المغرب وضد ما تعتبره ليبيا آنذاك رجعية وإلى ما هنالك. طبعا الأطفال أرسلوا حتى في الجزائر بالمناسبة، كانوا يرسلون
للتمدرس في الجزائر، وكان بالتالي يتم عزلهم عن أطفالهم وتلقينهم الإيديولوجيات والخطاب الكراهية والآخر. أقصد في مناطق جزائرية أخرى بعيدة عن مخيمات تندوف، في مراكز المدارس والآخر. الأستاذ أحمد، عندي سؤال وباش نمشيو لأنه ربما حتى لا نأخذ الوقت الكثير من الإخوان، واعتذر إذا أطلنا عليهم. أنا عندي سؤال، لما وأنت يعني عشت فترة زمنية في مخيمات الحمادة، حينما كان يؤخذ هؤلاء الأطفال، هل يكون يعني أهاليهم مجبرين أنهم يعطوا أطفالهم؟ هل يعني يعطوهم برضاهم، أم أنه يكون هناك واحد الإجبار أو إكراه بطريقة معينة؟